ازاي مدير ممكن يتسبب في لخبطة عند الموظفين؟ تخيل انك رايح تقول لحد من فريقك انه محتاج يطور حاجة عنده، زي مثلا ثقته في نفسه او انه يكون مباشر اكتر في كلامه او اي حاجة تانية. الحقيقة ان الجملة دي او الجمل دي ممكن تكون مربكة جدا للموظف. ليه؟ خليني احكي لك قصة حصلت مع واحدة من عملائي اللي بشتغل معاها كاستشاري. العميلة دي على فكرة بتشتغل في واحدة من اكبر الشركات في العالم. في يوم عادي زميلها في الشغل جالها وهو باين عليه التوتر والاحباط، وقال لها ان مديره لسه ان المدير بتاعه لسه قايل له طريقه تواصلك مش كويسه ومحتاج تتعلم ازاي توصل للهدف بسرعه. الشاب ده اتلخبط تماما لانه مش فاهم بالضبط المفروض يعمل ايه او يطور نفسه ازاي. خلينا نقف هنا لحظه. الموقف ده بيحصل آلاف المرات كل يوم في الشركات، والسبب الاساسي ليه هو سوء القياده. وسوء القيادة بيحصل لما ناس تفتكر انهم يقدروا يتعلموا القيادة بمجرد انهم يجربوا بنفسهم وخلاص. المشكلة الحقيقية بتحصل لما شخص بيتم ترقيته لمنصب قيادي بدون خبرة سابقة في القيادة. والمشكلة هنا على فكرة مش في انه ما عندوش خبرة، المشكلة لما الشخص ده يقرر انه هينمي مهاراته في القيادة من خلال الممارسة وبس، وانه هيتعلم مع الوقت وخلاص. والنتيجة بيكرر نفس الأخطاء لسنين طويلة وهو فاكر إنه عنده خبرة 20 سنة في القيادة، لكن الحقيقة إنه كرر نفس الخطأ لمدة 20 سنة. طيب تعالوا نسأل نفسنا دلوقتي سؤال مهم جدا: هل في حل أحسن؟ طبعا في حل. لو أنت قائد وعايز تقدم نقد بناء لموظف عندك، لازم تكون محدد. ما ينفعش تقول له بشكل عام طور مهارات التواصل عندك، او اتعلم ازاي تكون مباشر اكتر، او لازم تزود ثقتك بنفسك. ازاي تقدم النقد بشكل صحيح ده فن. يعني مثلا بدل ما تقول كلام عام، جرب تقول: فاكر الاجتماع اللي كان من كام يوم مع فريق الهندسة؟ لما قلت انت كذا وكذا وكذا ده كان كويس، لكن لو كنت قلت كذا كان هيكون التأثير اقوى. لما تقدم أمثلة حقيقية، الموظف يقدر يفهم أنت بتتكلم عن إيه تحديداً. أما لو ما اديتلوش أمثلة، هيفضل يشغل دماغه طول اليوم ويفكر هو قصده على أنهي موقف؟ طب هو حكم عليا بناء عليه أصلاً؟ هو أصلاً عنده حق في الأساس ولا لأ؟ لكن لما تكون واضح بالأمثلة، بتساعده أنه يركز على الحل بدل ما يضيع طاقته في التفكير الزايد. وكلمة أخيرة للمديرين اللي في المراكز الإدارية المتوسطة: كونك بتعرف تتكلم مش معناه إنك متواصل ممتاز.